الحقيقة أنا لا أنسى هذه الآية الكريمة: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. نعم. من منا يصدق أن في رأس الإنسان تقريبا 300 ألف شعرة، لكل شعرة وريد وشريان وعصب وعضلة وغدة دهنية وغدة صبغية لكل شعرة، ولحكمة بالغة لم يجعل الله في شعر الإنسان أعصاب الحس. لو جعل فيها أعصاب حس لقال لك أحدهم: أنا ذاهب إلى المستشفى لأجري عملية حلاقة. نعم. يحتاج إلى تخدير كامل. شوف حكمة الله عز وجل. من منا يصدق أنه إذا مشى في الطريق واستمع إلى صوت سيارة، بوق سيارة، ما الذي يحصل؟ يقول لك ما صار شيء، انحرفت نحو اليسار. من أعلمك أنها نحو اليمين؟ نعم. من جهاز بالغ التعقيد في الدماغ يحسب. شوف، أمشي هنا، المركبة هنا على اليمين، أطلقت بوقها، صوت البوق دخل إلى هذه الأذن قبل هذه الأذن. نعم. بحسب المسافة. ما الزمن بين الوصولين؟ قال 1/1620 جزء من الثانية فقط. دخل الصوت إلى الأذن اليمنى قبل اليسرى بفارق 1/1620 جزء من الثانية. فالجهاز في الدماغ أدرك أن المركبة نحو اليمين، فأعطى أمر للعضلات أن تتجه نحو اليسار. صنع الله الذي أتقن كل شيء. نعم. من منا يصدق أنه إذا تكلم الإنسان كل حرف من كلماته تسهم في صنعه 17 عضلة، والخمس حروف ضرب 5، نعم. والخمس كلمات ضرب 5، والخمس جمل، والخمس ساعات كلام. نعم. كم حركة ساهمت وكم عضلة ساهمت في هذا البيان. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. يعني من الذي صمم هاتين الأذنين؟ من الذي صمم هاتين العينين؟ من الذي صمم هذا المفصل الداخلي؟ نعم. لولا هذا المفصل كيف نأكل؟ ما في طريقة إلا أن يأكل الإنسان كما تأكل القطة، ينبطح ويأخذ الطعام بلسانه مباشرة. لولا هذا المفصل، لو إنسان فكر تفكير بهذا المفصل، بهذه العين، بهذا الأنف، بهذا القوام. هو يشرب الحليب، الحليب يصنع عظم. العظم عنق الفخذ أمتن عظم في جسم الإنسان، يتحمل 250 كيلو، والعظم الثاني كذلك. الإنسان القوي الشديد يتحمل وزن 500 كيلو، نصف طن. نعم. هذه القسوة من أين جاءت؟ يعني الحديث عن الرئة، عن القصبة الهوائية، لو إنسان علقناه من رجليه وسقيناه كأس ماء، الماء يصعد نحو الأعلى. نعم. في المري. يعني في آيات دالة على عظمة الله عز وجل. القلب ينقل الدم بنبضه، بينقل باليوم الواحد 8 أمتار متر مكعب من الدم. لو أنه إنسان عاش 60 سنة لضخ قلبه دما يملأ أكبر ناطحة سحاب في العالم. سبحان الله. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. الحركة والأعصاب والأوعية والشرايين والقلب والرئتين والمعدة والأمعاء والبنكرياس شيء مذهل. فلو إنسان فكر قليلا بجسمه لخشع قلبه واقشعر جلده وخر لله ساجدا. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه